ازي حضرتك؟ تحياتي ليك وتحياتي الاستاذ ياسر يحيى ليك ايضا. ربنا يخليك، امسي حضرتك وامسي على الحاج ياسر طبعا. ربنا يبارك فيك يا رب. هداف هداف النادي المصري. ربنا يخليك يا حاج ياسر. على فكره اول هدف جابه في الكاس احمد من الناس اللي انا على المستوى الشخصي بحبهم ولاعيب محب البورسعيد والنادي المصري. احمد كان في الفترات اللي كان فيها مشكله في النادي المصري كان كل يوم بيكلمني عايز يجي بصراحه يعني. ويمكن ابن بورسعيد بقى، خلاص هو ابن بورسعيد وموجود. وانا بطمن الجماهير ان هو موجود معانا في الفترات الجايه، لان كان من ضمن اللعيبه اللي عقدها انتهت يعني. خلاص يعني موجود. انت موجود يا كابتن احمد خلاص مع النادي المصري ان شاء الله طبعا يا ابراهيم. طبعا النادي المصري ده بيتي وليهم فضل عليها طبعا بعد ربنا في اي حاجه انا موجود فيها. طبعا انا بشكر الحاج ياسر طبعا على الكلام اللي قاله عليا ده. الحاج ياسر تعب معانا السنه دي جدا، واحنا تعهدنا من اول السنه ان احنا عارفين ان السنه دي صعبه علينا وعلى النادي، فاحنا حطينا ايدينا في ايدين بعض وكنا مركزين ان احنا نعمل حاجه. بس يعني معلش هي برضه كانت ظروف صعبه علينا السنه دي كلاعيبه. فالحمد لله احنا يعني بنطمن الناس ان شاء الله ان النادي بنسبه 99% موجود السنه دي في الدوري باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ربنا يكرم بقى السنه الجديده ديت باذن الله تكون الامور استقرت في النادي وربنا يكرمنا فيها ان شاء الله يعني. ان شاء الله باذن الله. كابتن احمد انا بشكرك شكرا جزيلا وبتمنى لك التوفيق، واعتقد انه بشرى سعيده بيقولها الاستاذ ياسر يحيى لكل جماهير النادي المصري.